أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعد. رحم الله شيخنا الإمام الشيخ أبو زيد محمد حمزة الذي سبحان الله ما عرفت الدعوة السلفية في هذه البلاد إلا به، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه هو وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. وكنا قد تلقينا أول دروسنا في التوحيد على يد الشيخ أبو زيد محمد حمزة رحمه الله الذي عرف الناس به، بل كان الشيخ رحمه الله أشهر من الجماعة التي ينتمي إليها. الناس يعرفونه في السودان مع أنه كان متفردا، وكان الناس الذين على دعوته قلة، يعني يمكن قبل 40 سنة أو لو رجعت ولا أكثر، يعني لا يكاد يعرف إلا هو، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه وعلى هذه الدعوة. وكثيرا ما كنت بعد صلاة الفجر أصلي في مسجد الشيخ الهدية رحمه الله، وتقبل جهاده في سبيل الله وقيادته لهذه الجماعة، وكنت بعد صلاة الفجر أذهب إليه في بيته المسالمة وأجده قد فتح أبوابه مشرعة وحضر الشاي والقهوة والكراسي، فإذا أشرقت الشمس جاءه كثير من أعيان درمان، ودائما ما كان الشيخ أبو زيد محمد حمزة يأتي هذا في ذلك الصباح، وكانوا على محبة شديدة. ده كلام أنا أول نسوني به، وكنت بحضر يومي الصباح، يعني يمكن تقريبا عادة بشرب شاي الصباح مع الشيخ الهدية. أنا بتكلم عن الثمانينات، بتكلم عن 85، بتكلم عن 86، يعني يمكن إلا العجائز كانوا حاضرين. فيومي كان شبه يومي الشيخ أبو زيد كان عنده كورونا بيده، بيجي يشرب الشاي الصباح مع الشيخ الهدية، وكانوا من أحب الناس إلى بعضهم البعض. الشيخ أبو زيد رحمه الله كان رجلا كما يقال في السودان على نياته، كان رجل يقول صافي النية، يعني أحيانا تستغرب من بساطته في التعامل مع كل الناس، مع أنك إذا سمعته في المنبر رأيت أسدا حصورا ترتعد منه الناس، فإذا جالسته وتكلمت معه وجدته لين الجانب ومستبسطا جدا في التعامل، ويتعامل مع الناس بمنتهى الاحترام لا نزكيه على الله، لا نزكيه على الله، لا نزكيه على الله، كذلك راعيناه ونحسبه كذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبت أو يثبت أجره في هذه الملايين التي تلقت دعوته، بل الناس تلقوا دعوته في كل السودان، يعني كان من أكثر المشايخ سفرا في السودان، يمكن سافر إلى كل بقاع السودان كلها، شرق وغرب وشمال وجنوب، يعني من زمن طويل، وجاهد في هذه الدعوة جهادا شديدا، وتلقى كمية من السب والشتم من السفهاء، وما كان يشتم الناس ولا يسبهم، وكان الشيخ على أدب عظيم وجم نحسبه كذلك ولا نزكيه على الله. وصلى الله سبحانه وتعالى أن يقبل أجره فينا. والشيخ طبعا عنده منة على الناس أكثر من آبائهم، يعني لو في زول قاعد قدامي الآن الشيخ أبو زيد محمد حمزة ممكن يكون عنده منة عليه أكثر من أبو الولد ذاته، لأنه علمه التوحيد وعلمه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، والغير على التوحيد يمكن يكون ما لقى عند أبوه. أنا شخصيا أشعر بذلك وأقر بذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى يرحمه ويغفر له، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لباني المسجد الشيخ عبد الحجوج رحمه الله، لأنه الرجل ده لما أدى الشيخ أبو زيد المسجد ده دي كانت رجالة شديدة خلاص، يعني الكلام ده في الستينات، وهذا ده يهودي أحسن منه. فتخيل الشيخ جاء كان من برا، استقر في البلد دي في بداية الستينات لما كانت المهدية 4 حارات. الشيخ كان يعني كونه زول ابن الشيخ أبو زيد محمد حمزة أكبر وهابي في السودان مسجد، ده كان انتحار عديل. لاحظ في الستينات، خليك من الثمانينات، احنا حضرنا الثمانينات، يعني انت الرجال ما يشوفوك عين فوق لدعي تدخل مسجد ولا قدرت تقول شنو. تخيل الشيخ كان يؤذى وصبر على هذا الأذى حتى كانت هذه الجموع وكانت هذه الملايين. وأذكر طرفة حدثت في بلد من البلاد في السودان، ان بعض الناس اشتكوا الشيخ الى جهه امنيه، واحد كان للمسؤول قال له يا اخي الزول ده يعني عمل معنا مشكله. قال له الزول ده منه؟ قال له ابو زيد محمد حمزه. قال له محمد حمزه منه؟ انا الشيخ ابو زيد. قال لي شيخ ابو زيد؟ قال لي شيخ ابو زيد الواحد ده؟ قال لا انا ما بعرف انصافنا في السودان الا هو. انا قال له ما بعرف ليه زول انصافنا في وقتها. الله سبحانه وتعالى يرحم الشيخ ويغفر له ويثبت اجره، وان شاء الله الناس كلها تكون في ميزان حسناته، وكل زول دعا الى خير فهو في ميزان
حسنات غير يعني، أو دعي إلى خير. طيب هذه مقدمة كانت مهمة يعني، لأنه نحن الآن في مسجد الشيخ الذي عرف باسمه، لابد كان أن ننوه ونصب جاي من هناك في ظنين